متصدر، يتعادل، ممكن أي شيء بيأثر عليه. ممكن الغلطة أن الجمهور، أنا لما الجمهور يسبني وأنا التفلت عليهم، قلت لهم على رأس الجميع، حطيت يدي على رأس، قلت لهم على رأس الجميع. اعتقد ممكن منسوبين نادي الهلال أننا نرفز الجمهور أو شيء، هذا لا، مو من أخلاق عبد الله أنه يسوي هالشيء. ممكن هالشيء نرفزهم، أعتذر منهم إذا حسوا بنرفز أو حسوا أن أنا أقصدهم بهالشيء. يعني أنت مو شايف إنه في استفزاز من عبد الله العويشير سواء على الجمهور الهلالي وحتى على لاعبين الهلال، رغم ما شاهدناه من، يعني خلينا نتكلم، بعض لاعبين الهلال في كان مشادة ما بينكم وبينه؟ ما في أي مشادة بينه وبين اللعيبة، هم بس قالوا لي عيب عليك تسوي هالحركة، قلت لهم أنا أسوي. ايش بالضبط؟ إن أنا ألتفت على الجمهور وأسوي كذا. ليش عيب؟ أكبر اللاعبين ينسبون على من الجمهور ويحطون يدهم على راسهم، والجمهور بالمقابل يصفق له. خلينا نتكلم عن اللقطة الأخيرة. اللقطة الأخيرة قبل تدخل لغرف تبديل الملابس وكأنك تسبح، هذه إيش سببها كابتن؟ هذه اسمها حركة الدودة، أنا أسويها من على أيام درجة شباب. تقدر ترجع الفيديوهات، اكتب في اليوتيوب لحظة صعود عبد الله ولحظة صعود نادي الفتح درجة شباب للممتاز، وتطلع عندك الحركة هذه الحركة استفزت اللاعبين الهلال وجمهور الهلال، وكادت أن تصبح مشكلة كبيرة في ممر اللاعبين. لو هم فازوا واحتفلوا احنا ما راح نقول أي شيء، حتى لو سووا أي شيء ما راح نقول لهم أي شيء إذا احتفلوا. طيب عبد الله، نتكلم عن المباراة، ظهرت بشكل جيد، ظهر فريق أحد بشكل عام بشكل أكثر من رائع في هذه المباراة، قدرتوا أنكم تطلعون من هذه المباراة بنقطة وحيدة رغم الفوارق الإمكانية ما بينكم وما بين الهلال. بالفعل اللهم لك الحمد، احنا قدمنا مباراة قتالية اليوم. أشكر أخوان اللاعبين اللي كانوا سد منيع في هذه المباراة، وإن شاء الله هذه النقطة تخلينا شوي تقربنا من المنافس اللي قدامنا ونحاول نهرب من الهبوط. لو ظهر أحد في المباريات الماضية بنفس هذا المستوى يمكن ترتيبكم يختلف بشكل كبير. اي والله، لكن مع الكابتن عمار شوي اختلف. تعرف لما يكون بداية الموسم في أخطاء من الإدارة وفي شيء، فصعب انك تصلح على طول. ممكن نخلي هذه المباراة هو الستارت لنا في المباريات الجاية. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا عبد الله العويشير حارس فريق أحد، بكل تأكيد متحدثا عن فريقه في هذه المواجهة ومتحدثا عن ما حدث بينه وبين لاعبي الهلال وأيضا بين الجمهور الهلالي بعد نهاية المباراة. الآن